ارمي العيش في المية المغلية والنتيجة هتعجبك، وعايزة أقولك هتوفري فلوس كتير، وبجد بجد معايا وصفتين النهاردة وكلهم أحلى من بعض، وهيوفروا عليكي فلوس، وعد مني ليكي هيوفروا عليكي فلوس كتير جدا. أول وصفة معايا اللي هي الفول. هتجيبي كده معلقة، والمعلقة دي هي دي سر الفول. الفول يا جماعة طبعا على السحور، وساعات كمان على الفطار عادي جدا، مفيش أي مشكلة. ما بيخلاش السحور عندنا كمصريين، ما بيخلاش من طبق الفول. مش عارفة بره مصر انتوا بتحتفلوا بالفول زي المصريين ولا لا. جبت كده نص كيلو من الفول البلدي الجميل بتاعنا ده، وجبت كمان حوالي ربع كيلو الا شوية صغيرين من الفول المدشوش، وحوالي 3 معالق من الغلة بتاعة البليلة، الغلة العادية جدا، اللي هي الايه المقشرة البيضة. يعني احنا عندنا هنا في مصر برضو بنسميها غلة البليلة، بتكون مقشرة شوية. تمام زي الفل. وكمان مكون معايا وده موجود عندنا في كل مطبخ، هتجيبي برضو 3 معالق من الرز الابيض المصري العادي جدا، تقدري تستبدليه باي نوع من الرز الموجود عندك. كل المكونات الجميله دي بعد ما نقعنا الفول، طبعا هننقعه ساعتين 3 كده، وكل المكونات دي هنغسلها كويس جدا، ويلا بينا. اسهل وصفه، وبجد والله موفره جدا جدا فوق ما تتخيلي. يعني انا جايبه نص كيلو الفول ده ب 25 جنيه. هوريكي بقى الكميه اللي انا هعملها دلوقتي. والفول المدشوش بيكون أرخص منه شوية. غسلت بقى الفول المدشوش ونزلت على الفول بتاعنا البلدي المصري الجميل، بعد ما طبعا نفش كده، والمية اللي هي نزلت منه دي كانت لونها مغير شوية، بقى زي الفل. وغسلت كمان 3 معالق من الرز الأبيض المصري الجميل. وانزلي بقى بكل المكونات اللي انت حطيتيها دي كده على بعضها. الغلة يا جماعة بتودي الفول في حتة تانية خالص. ده مكون سحري، اقسم بالله تحفه تحفه تحفه. ولا الريحه ولا القيمه الغذائيه بتاعه طبق الفول ده. والليمونه بتاعنا، الليمونه بتاعتنا ما ننساهاش ابدا، مع ان الليمون عندنا في مصر قوي يا جماعه غالي جدا جدا اليومين دول، مش عارفه ليه. معلقه من الكركم، وكمان معلقه من البابريكا. تمام كده كل مكوناتنا ما شاء الله اللهم بارك. لسه المعلقه السحريه هقول لك عليها كمان شويه. هتحطي كمان معلقه كبيره او معلقتين صغيرين من السكر. السكر أيوه، السكر هيخلّي الفول زي السكر. وخلص الفول أنا مش مسؤول. هتقلّبي كده الفول بتاعِك، وبقى في حلة، في فوّالة، أي حاجة. بُصّي ما فيش أي مشكلة بالنسبة لنا، الحاجة اللي موجودة عندِك اتصرّفي فيها. طبعًا نزلت بالمَيّة كده وكل المكونات الجميلة في قلب الحلة بتاعتي. ساعتين على البوتاجاز وبقى عجمية، اللهم بارك. زي ما أنتِ شايفة اللون والجمال، حاجة كده تحفة جدًا، جدًا. الكمية اللهم بارك تحفة. أنا مش قادرة، مش عارفة أمسك الفول والله، ما كنتش عارفة أمسكه من كتر درجة السخونة. هو طبعًا زي ما أنتِ شايفة أصلًا عامل إزاي قدامِك، سمنة بلدي ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. حاجة كده عجمية. في ناس بقى بتحب تضربه بالهاند بلندر ضربتين كده، وفي ناس بتحب يبقى كده زي ما أنتِ شايفة، زي فول المحلات، ويمكن أحلى وأطعم وأرخص. قولي لي بقى ما شاء الله الكمية اللهم بارك اللي أنتِ شايفاها دي هتشتريها بكام؟ إحنا بنشتري كبشة الفول دي مع شوية، مع كبشتين مَيّة ب10 جنيه. يعني ال25 جنيه فول، وقولي كمان حاجات ب20 جنيه من البيت، يعني قولي ب25 كمان، يعني 50 جنيه. اللهم بارك أنتِ عملتِ ب150 جنيه فول، يعني ال50 جنيه عملت لِك ب150. شايفين بقى ما شاء الله شكل الفول وشكل الطبق عامل إزاي. هنجيب بقى حاجة جميلة هنزوّدها عليه دلوقتي، وشوية زيت أو شوية سمنة بلدي، عصرة ليمون، شوية كمون وشوية شطة وشوية ملح، وبألف هنا وشفا. حاجة كده اللهم بارك. وبقى العظمة اللي أنا باحطها دلوقتي على الفول دي هاعملها لِك دلوقتي معايا في نفس الفيديو، عشان تلحقي لو لسه ما عملتيهمش تقومي دلوقتي حالًا، وإن شاء الله هتلحقي السحور. أنا أخرت الفيديو ده للأسف لظروف صحية. كان نفسي أنزّل لِك الفيديو ده قبل الأيام دي، قبل النهارده يعني. أنا مسجلة الفيديو ده النهارده وعاملة الحاجة دي النهارده، اللي هو صابح إن شاء الله بكرة أول يوم رمضان. ربنا يعيدها علينا وعليكم بخير يا رب العالمين، ينعاد علينا وعليكم الأيام بالخير وعلى أسرتكم الكريمة. وكل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم عليكم في جميع أنحاء العالم والدول الإسلامية والعربية يا رب العالمين. شوية زيت زيتون بقى. ولقيت الولاد جايين ورايا والله العظيم ما لحقتش، كان نفسي أكمل لكم بقى الليمون والشطة والكلام ده. لا قالوا لي لا الريحة يا ماما مش قادرين نستحمل. بألف هنا وشفا. هتجيبي بقى 3 رغيف عيش بلدي أو أي نوع عيش عندِك، وهتنفّضيهم كده كويس جدًا. حاولي تنزّلي شوية من الردة اللي بتكون موجودة على ضهر الرغيف،
بيكون طبعًا العيش ده اسمه عندنا اسمه عيش رده، بتشتريه كده زي ما أنتِ شايفة وهتعملي منه وصفات كتير وحاجات تحفة كتير جدًا، وعايزة أقول لِك كمان هتوفّر عليكِ فلوس، والله العظيم هيوفّر عليكِ فلوس كتير. اوعي تنسي بقى تدعميني بلايك جميل منِّك واشتراك قمر زيِّك وشير للفيديو إن شاء الله يعجبِك الفيديو والكل يستفاد. يالّا بينا بقى شوية مَيّة مغلية كده على النار، وأول ما يبدأ المَيّة تغلي كويس معايا، انزلي بقى ب3 رغيفة من العيش. هنعمل بال3 رغيفة دول إيه، هاقول لِك النهارده أنا هاعمل بيهم وصفات كتير جدًا، وهيوفّروا عليّا فلوس إيه، فلوس كتير والله حوالي أكتر من 200 جنيه كمان. يعني ال3 رغيفة دول أو ال3 رغيفة الموجودين عندِك، وكمان دايمًا أمّا بنروح المطاعم وبناكل مشويات، تلاقي زوجِك كده أو ولادِك لمّا بياكلوا في البيت الطحينة اللي أنتِ بتعمليها، يقولوا لِك: "يا ماما أنتِ بتعملي لنا إيه؟" لأ، الطحينة اللي إحنا واكلينها في المحلات برّه أطعم وأشيك وأحلى بكتير جدًا من اللي إحنا بنعملها في قلب البيت. فجِبت لكم النهارده السر وشوية تريكات كده بسيطة جدًا، هتسهّل عليكم الدنيا وهتوفّر عليكم فلوس كتير. طبعًا ما تسيبيش بقى العيش يا دوبك ياخد غلوتين 3 كده والمصفى بتاعتِك وتقومي وبسرعة. مخرّجاه على طول زي ما أنتِ شايفة كده، وبسرعة، بسرعة كده ما تستنيش وتقومي لامّة العيش بتاعِك بسرعة، وحاولي ما تصفّيهوش من المَيّة تمامًا، يعني سيبي فيه شوية من المَيّة هنحتاجهم، وطبعًا البواقي دي أو الفتات ده مش هنرمي منه أي قطعة ولا فتفوتة هنسيبها. لأن النهارده الوصفة هتعجبِك جدًا، الكمية دي هتعمل معاكِ حوالي 2 كيلو، يعني من 2 كيلو كده وأنتِ طالعة، وكل ما هتسيبيها هتتقل معاكِ وهتبقى أحلى وأطعم وأشيك وحاجة كده اللهم بارك زي الفل، وده سر المحلات والمطاعم خصوصًا المشويات، تنزلي بقى بمعلقة من الملح، معلقة كمان من الشطة، معلقة شوية صغيرين كده من الكمون حسب الرغبة، شوية مكونات كده وكلها موجودة عندنا في قلب البيت. وهنوفّر النهارده بُصّي، وهتحتاجي الأكلة دي بُكرة ضروري، يعني بُكرة هتحتاجي الوصفة دي، وأمّا يكون عندِك عزايم كمان، تحسّسي الناس كمان إن أنتِ قاعدة في مطعم، يعني الناس اللي جايين عندِك وطبعًا خصوصًا إن الطحينة بتتاكل جنب أي حاجة، جنب الأسماك بتتاكل، مشويات تمام. يعني بُصّي، ممكن كمان يعني لو أنتِ عاملة مثلًا أكل بعيش زي مثلًا في يوم كده معدّيينه والّا حاجة زي أو اليوم مثلًا خلاص إحنا نِفسنا ماعت من اللحمة ومن الفراخ، تعملي شوية سلطة بابا غنوج، تعملي شوية بُصّي أي حاجة، الفول كمان طبق الفول هتنزلي عليه بمعلقة من الطحينة اللي إحنا هنعملها النهارده دي، هتبقى روعة. هتنزلي حوالي كده ب3 معالق من الطحينة الخام، 3 معالق لإن الكمية اللهم بارك كبيرة جدًا. الكمية اللهم بارك كبيرة جدًا، طبعًا أنا كنت عندي عزومة وعملت الكمية الكبيرة دي علشان طبعًا تكفّيني والدنيا تبقى تمام، طبعًا كل سنة وأنتم طيبين وعزايم رمضان بقى والأيام الجميلة. لسه في مكون كمان بعد ما نضربها ضرب كويس بقى بالهاند بلندر أو بالخلاط أو بأي حاجة زي ما أنتِ حابة، براحتك تمامًا، الموجود عندِك اشتغلي بيه. شوية كده من الخل هانزل طبعًا بمعلقتين كده من الخل زي ما أنتِ شايفة، وبالهاند بلندر ابدئي اضربي، وبالراحة واحدة واحدة لإن ما شاء الله الكمية كبيرة زي ما أنا قُلت لِك، ما تستصغريش الكمية لإن الكمية اللهم بارك تحفة، هتزوّد معاكِ الكمية تقريبًا 3 أضعاف. على فكرة أنا نقصت الكوباية دي بتاعة الهاند بلندر أنا نقصتها نُصّها بالضبط، وطلّعت معايا اللهم بارك كمية تحفة من الطحينة والريحة والجمال، وزوّدت عليها نُص معلقة من التوم المفروم، عشان المصداقية حطيت عليها نُص معلقة من التوم المفروم، توم وخل وليمون، بُصّي بقى وبألف هنا وشفا. شوية شطة بقى وكمون، ضبّطي الطحينة بتاعتِك زي ما أنتِ بتحبي، كل بيت وله طريقته، واستخدميها بقى لكل أنواع كل حاجة عندِك، هتوفّر معاكِ فلوس كتير، وصفة سهلة وصحية وطبيعية، وإلى اللقاء.